الأخير من الجريدة الرسمية بعد تصديق البرلمان ينص على أن هدفه يتمثل في تجريب الاستعمار الفرنسي وآثاره المباشرة وغير المباشرة مع العمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بهذه المرحلة ونشرها. كما ينص أيضا على أن جرائم الاستعمار المرتكبة من قبل الجيش الفرنسي والأجهزة التابعة للسلطات الاستعمارية أو الميليشيات المساندة لها جريمة دولة لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن صفة مرتكبيها أو دورهم في التنفيذ أو التحريض أو التواطؤ. كما اعتبر النص كل أشكال التعاون مع السلطات الاستعمارية ضد المقاومة والثورة التحريرية اعتبرها جريمة خيانة، في إشارة إلى من يصنفون بالخونة أو ما يسمون بالحركي. وحمل القانون والدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، مع تأكيد سعي الدولة الجزائرية إلى انتزاع اعتراف رسمي من فرنسا بجرائم الاستعمار واسترجاع الأرشيف الوطني والممتلكات المنهوبة واستعادة رفات رموز المقاومة والثورة التحريرية. كما نص القانون على مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا وتسليم خرائط التفجيرات، وأيضا تعويض الضحايا بسبب التجارب الكيميائية والألغام، هذا إضافة إلى تعويض إذن ضحايا الممارسات وذوي حقوقهم. أيضا الجزائري أقر النص عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة واحدة و10 سنوات وغرامات مالية أيضا تصل إلى 1,000,000 دينار جزائري ضد كل من يروج للاستعمار الفرنسي أو يشيد به أو ينكر طابعه الإجرامي، سواء عبر النشاط الإعلامي أو الأكاديمي أو الثقافي أو السياسي أو عبر مختلف وسائل النشر والتواصل. كما نص القانون على تجريم كل إساءة أو تشهير يستهدف المجاهدين أو المقاومين أو نضال الجزائريين من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وأكدت الأحكام الختامية للقانون التزام مؤسسات الدولة بالتنسيق مع المجتمع المدني بحماية الذاكرة الوطنية وتثمينها وضمان نقلها إلى الأجيال المقبلة في إطار تعزيز الهوية التاريخية والثقافية والوطنية للشعب الجزائري.